ماما يا تعبانة، جسمي كله مكسر. ايه يا لوجا؟ سلام عليكم، خير في ايه؟ تعبانة يا خميس، جسمي وجعني. هو كل يوم باجي من الشغل الاقيكي تعبانه، جسمي وجعني جسمي وجعني. منك لله يا شيخه، هديتي احلامي كلها. وايه احلامك دي ان شاء الله؟ انا كنت وانا شاب صغير قبل ما اتجوزك، كنت بحلم ان مراتي دي لما ارجع من الشغل الاقيها كده متزوقه وجهزالي كده على سنجة 10، وقاعده تدلع فيا وتهنن فيا. ما انت كنت عايز تتجوز خدامة بقى. اول ما ترجع من الشغل ناقص تغسل لك رجليك، تقول لك اهلا يا سي السيد. وايه المشكله يا حبيبتي؟ يعني مش دي رساله الست انها تهني جوزها وتدلعه؟ مش ده حقي برضه؟ مش ارجع تعبان تقول لي تعبانه، ارجع زهقان تقول لي زهقانه، ارجع طهقان من عيشتي تقول لي طهقانه من عيشتي. ايه خميس في ايه؟ ايه اللي فكرك بالكلام ده دلوقتي؟ عشان خلاص تعبت وزهقت من عيشتي دي، كل ما ارجع الاقيكي عامله كده، وبقالي سنين مستحمل اقول هتتعدل، مفيش فايده. بص شوفي منظرك بقى عامل ازاي، ده انت بتشخري وانت نايمه. اسم الله عليك يا حبيبي، شوف الكرش اللي مدلدل مترين. بابا ماما انتوا بتخانقوا ليه كده؟ لا يا نسا يا حبيبتي، احنا مش بنتخانق. نتخانق؟ لا نتخانق ازاي؟ دي ماما دي حبيبه قلبي. وانت كمان روحي. ماشي انا همشي، بس اوعى تتخانقوا مع بعض تاني. حاضر يا حبيبتي حاضر. يلا اتخمدي يا روحي. وانت كمان اتنيل نام يا عينيا. وانتوا حبايبي قولولي، ينفع البيت يبقى فيه خناق كده على طول؟ مش ده بيأثر على الأولاد؟